كتير قوي بنلاقي نفسنا بنقول حاجة ونعمل عكسها تماما. يا ترى ده معناه إن إرادتنا ضعيفة؟ لأ. في الشرح ده هنكتشف إن القصة أعمق من كده بكتير، وهنعرف إزاي عقلنا نفسه هو اللي ممكن يكون السبب في كل ده من غير حتى ما ناخد بالنا. طيب خلينا كده نكون صريحين مع نفسنا. كم مرة اتقالت جملة هبدأ من بكرة؟ سواء بقى في دايت، شغل، رياضة، أي حاجة. الوعد ده بقى عامل زي النشيد الرسمي للتأجيل عند أغلبنا. ولما بكرة ده بيجي، إيه اللي بيحصل؟ هل أي حاجة بتتغير؟ الحقيقة في الغالب لأ. بنلاقي نفسنا محبوسين في نفس الدايرة بالظبط، نفس الوعد ونفس الانتظار لبكرة تاني، يمكن المرة دي يجيب كده. طيب، لو السيناريو ده بيتكرر معانا كلنا، يبقى أكيد المشكلة مش في قوة الإرادة. الموضوع أعمق من كده. المشكلة ليها علاقة ببرمجة عقلنا نفسه. في زي لعبة خفية بتحصل جوه دماغنا، وإحنا للأسف فاكرين إن إحنا اللي سايقين. علشان نفهم اللعبة دي كويس محتاجين نتخيل إن دماغنا دي مش فيها عقل واحد، لأ، دي فيها اتنين، والاتنين دول في خناقة مستمرة. واحد سريع ومندفع والتاني هادي وعقلاني، ونتيجة الخناقة دي هي اللي بتحدد معظم قراراتنا كل يوم. طول عمرنا بنتعلم وبنسمع إن الإنسان ده كائن عقلاني. يعني إيه؟ يعني بيفكر وبيحسبها وبعدين بياخد القرار. دي الصورة الحلوة اللي كلنا بنحب نشوف نفسنا فيها. بس العلم الحديث بقى عنده رأي تاني خالص وصادم شوية. الحقيقة إن القرار بيطلع الأول، بيطلع كده لوحده بشكل عاطفي وتلقائي، وبعدين يجي بقى دور العقل عشان يعمل إيه؟ عشان يخترع له تبرير شيك ومحترم. يعني ببساطة، معظم الوقت إحنا مش بنقرر، إحنا بنبرر قرارات اتخذت خلاص. طيب مين هم بقى اللاعبين دول اللي في دماغنا؟ عندنا الأول العقل السريع، ده بتاع العواطف، بتاع أنا عايز كل حاجة دلوقتي حالا، بيكره المجهود والانتظار وبيدور على الراحة الفورية. والتاني هو العقل البطيء، ده بقى الجزء الهادي المنطقي اللي بيفكر في بكرة وبيعمل حساب للمستقبل. المشكلة الكبيرة بقى في إيه؟ إن العقل السريع ده هو اللي ماسك الدفة 90% من الوقت. تخيل، العقل المنطقي بتاعنا للأسف دايما بيوصل متأخر، عامل زي الشرطة في الأفلام القديمة كده، بيوصل بعد ما الخناقة خلصت والقرار اتاخد والعاطفة هي اللي كسبت. الموقف بالظبط عامل زي ما يكون سواق دايس بنزين على الآخر، وبعد ما مشي مسافة كده بص للي جنبه وسأله: هو إحنا أصلا رايحين فين؟ العقل السريع هو السواق المتهور ده، بيتصرف في الأول وبعدين يسيب العقل البطيء المسكين يحاول يلم الحص. علشان الفكرة دي توضح أكتر، تعالوا نشوف تجربة نفسية بسيطة جدا. نتخيل كلنا إننا اتحطينا في الموقف ده. الاختيار الأول تاخد 100 جنيه دلوقتي في إيدك، الاختيار التاني تاخد 150 جنيه بس هتستنى عليهم أسبوع. لو شغلنا العقل البطيء وحسبناها بالمنطق هنلاقي إن الاختيار التاني هو اللي يكسب طبعا، دي زيادة 50% في 7 أيام بس. يا ترى الناس اختارت إيه؟ النتيجة كانت إن الأغلبية الساحقة اختارت ال100 جنيه الفورية. ليه؟ لأن العقل السريع بتاعنا ما بيشوفش غير اللحظة دي، بيعتبر إن الحاضر هو أهم حاجة، وبيقلل جدا من قيمة أي مكافأة جاية في المستقبل. إغراء الحاجة اللي في إيدينا دلوقتي أقوى من أي منطق، حتى لو ده معناه إننا هنخسر على المدى الطويل. طيب كل الكلام ده بياخدنا مباشرة لعدونا كلنا، التسويف. بس يا ترى إيه هو التسويف ده بجد؟ هل هو مجرد كسل وخلاص؟ لا، الحقيقة ممكن تكون مفاجأة. شوفوا بقى، التسويف ده مش كسل خالص. التسويف هو آلية دفاع، استراتيجية العقل بيستخدمها عشان يهرب من إيه؟ من المشاعر الوحشة اللي مرتبطة بمهمة معينة زي المذاكرة أو الشغل. يعني دي طريقة العقل عشان ينظم مشاعره ويهرب من الإحساس السيء، مش قلة دافع. والمشاعر دي ممكن تكون أي حاجة، ممكن تكون ملل، ضغط من الديدلاين، خوف من الفشل، أو يمكن عدم ثقة في النفس. ولما العقل السريع بتاعنا بيحس بأي حاجة من دول بيعمل إيه؟ بيختار أسهل وأسرع مخرج، الهروب المؤقت. تمام قوي، كده إحنا فهمنا التشخيص، فهمنا أصل المشكلة. السؤال المهم بقى، إيه الحل؟ الحل صدقوني مش في كلام التحفيز وخطب التنمية البشرية، الحل في مجموعة حيل ذكية نتحايل بيها على عقلنا ده، بدل ما ندخل معاه في حرب إحنا عارفين إنها خسرانة. وهنا بقى مربط الفرس كله. الحكمة بتقول بلاش تحارب العقل السريع، لأنه في الغالب أقوى. الأذكى إننا نشتغل معاه، نلعب معاه لعبته، نستغل ميوله الطبيعية دي ونحولها لصالحنا. ودول 4 طرق عملية جدا عشان نضحك على العقل السريع. أول حاجة، صغر المهمة، يعني فتتها لأصغر خطوة ممكنة. بدل ما نقول هخلص التقرير كله، نقول أنا هكتب بس أول سطر. تانياً، قلل الاختيارات، كل ما الاختيارات اليومية بتقل كل ما بنوفر طاقة ذهنية للحاجات المهمة. تالتاً، اربط العادة الجديدة بحاجة قديمة، يعني لو عايزين نقرأ نربطها بفنجان القهوة بتاع الصبح، نقرأ صفحتين بعد القهوة على طول. وأخيراً ودي أهم واحدة يمكن،
كافئ نفسك فورا. العقل السريع ده عامل زي الطفل الصغير، مش بيفهم غير لغة المكافآت الفورية. أي إنجاز مهما كان صغير لازم وراه مكافأة سريعة. وفي النهاية لازم نكون واضحين في نقطة مهمة جدا. الهدف من كل ده مش إننا نوصل لسيطرة كاملة 100%، لا، لأن ده ببساطة وهم. السيطرة الحقيقية معناها حاجة تانية خالص. يعني خلينا نكون واقعيين، مفيش أي إنسان على الكوكب بيقدر يتحكم في نفسه 100% طول الوقت. دي أسطورة مش حقيقة. كلنا بنغلط وكلنا بنقع في الفخ بتاع العقل السريع ده من وقت للتاني. الفرق الحقيقي بقى بين الشخص الواعي والشخص التايه مش مين فيهم بيغلط أقل، لا، الفرق كله في سرعة الإفاقة. الشخص الواعي هو اللي لما بيغلط بياخد باله بسرعة وبيصلح مساره على طول بدل ما يفضل غرقان في الغلطة. وعلشان كده المرة الجاية لما تيجي الرغبة دي، رغبة التأجيل أو اختيار الحاجة السهلة، بدل ما نلوم نفسنا نقف لحظة ونسأل سؤال بسيط: هل ده قراري أنا العقل البطيء الواعي، ولا ده قرار العقل القديم السريع اللي كل همه الراحة؟ مجرد إننا نسأل السؤال ده، دي في حد ذاتها أول خطوة حقيقية عشان نرجع نمسك الدفة تاني.